بمناسبة المميزات الكتيرة اللي وفرها بنك المشرق نيو في الفترة الأخيرة، موضوع الترشيحات وموضوع تفتحه من أول 15 سنة والكلام ده، والفيديوهات اللي عملتها قبل كده. في الفيديو ده هقولك على أهم عيوب في الحساب ده لازم تخلي بالك منها قبل ما تفتحه، أو لو معاك الحساب لازم تبقى عارفها فيه عشان أكون معاك في منتهى الشفافية. مبدئيا كده، وأول عيب، ما ينفعش الحساب ده يفضل مجاني تماما. يعني اول 3 شهور مفيش اي رسوم. من اول الشهر الرابع لو ما سبتش فلوس الحد الادنى بتاعها 2000 جنيه في حسابك، بيخصم منك 25 جنيه عن كل شهر هيقل فيه رصيدك عن 2000 جنيه. يعني لو يوم بس واحد في الشهر نزل رصيدك جنيه عن ال 2000 جنيه، بيتخصم منك رسوم حتى لو زودتها بعد كده لاعلى من 2000 جنيه. والكلام ده حصل معايا حرفيا، ما كنتش واخد بالي. في الشهر الرابع اتخصم مني 25 جنيه. تاني حاجة ان الفيزا سعرها السنوي هو 100 جنيه. يعني ما تعملش حسابك ان انت لو فلتت من موضوع الحد الادنى وسبت ال 2000 جنيه عادي، مش هتفلت من موضوع رسوم الفيزا. ولو اني شايفه 100 جنيه سنويا ده ما فيهوش اي مشاكل، بس حابب انبه الناس اللي معاها الفيزا. تاني حاجة انه الحساب ده للاسف رقم الايبان بتاعه ما بقاش يتربط بالباي بال. في البداية خالص كان بيتربط بالباي بال بدون اي مشاكل. دلوقتي اي حد مع حساب المشرق وجاي يربط الايبان، لان الباي بال في الفتره الاخيره بقى يربط الحسابات المصريه البنكيه، مش هيتربط معاك وهيترفض. وده انا شايفه عيب خطير جدا بالنسبه لاي فريلانسر عايز يسحب عليه. والعيب التالت، وده موجود في كل الحسابات البنكيه، انه لحد النهارده كارت الديبت بتاعه مش شغال دولي. يعني اعمل حسابك ان هو شغال محلي بس. وده اللي بينقلنا للنقطه الرابعه. لحد النهارده بنك المشرق نيو ما وفرش كريدت كارد، بعكس ببساطه وفر ديبت وكريدت كارد. لكن لحد النهارده مش هتقدر تطلع كريدت كارد في بنك المشرق نيو. وبالتالي لو انت محتاج عشان التعاملات الدوليه، للاسف هتضطر تستنى كتير او تطلع كريدت كارد من بنك تاني. الحاجه الخامسه ودي مهمه جدا، ان فروع البنك ده قليله جدا. يعني وارد جدا في محافظتك او في المكان اللي انت عايش فيه ما يكونش قريب منك خالص، وتضطر تروح لمحافظه تانيه، او يعني تلف المحافظه بتاعتك كلها عشان توصل للفرع بتاعه. وده هينقلنا للنقطه اللي بعدها، موضوع قفل الحساب. انتشر كلام كتير جدا على الفيسبوك، قال لك البنك عمل موضوع الترشيحات، فاكيد في حاجه وحشه هو ناويها لك، وانت جاي تقفل حساب هيدفعك فلوس. انا اتاكدت بالكلام الرسمي من خدمه العملاء، مفيش اي رسوم على قفل الحساب. يعني من الاخر كده، لو معاك رصيد على حسابك، كل المطلوب منك ان انت تصفي رصيدك بالكامل. يعني لو معاك اي مبلغ اسحبه كله. يعني لو معاك فكه يفضل بقى تروح البنك نفسه عشان تقدر تسحب الفكه، مش هتعرف تسحبها من الاي تي ام. وساعتها يا بتقدم طلب في البنك ان انت عايز تقفل حسابك، يا اما بتقدم طلب من خلال خدمه العملاء وبيتقفل حسابك بدون جنيه واحد رسوم، عشان الناس اللي منتشره بتنشر كلام غلط. العيب هنا موضوع الفروع، ان انت لو حبيت تقفله قدام للاسف مش هتلاقي فرع قريب منك. ولو ان انا شايف ورأيي الشخصي ان انتوا ما تقفلوش الحساب، لانه متوقع جدا انه يكون مثلا في حملات جايه او حاجه جديده هيعلنوا عنها، فانت مستفيد ومش هتخسر اي حاجه. كده كده اتعامل على الحساب البنكي عادي. النقطه بقى اللي بعد كده واللي انا عايزكم تشاركوني فيها، كله لاحظ في الفتره الاخيره موضوع الترشيحات اما هم جم عملوه، اللي دعا 10 ممكن يلاقي مثلا 6 أو 5 نزلوا له. لكن نادرين جدا اللي نزل لهم المبلغ بالكامل. على الرغم ممكن العشرة اللي انت رشحتهم ممكن كلهم يبقى نزل لهم الفلوس. طب ده سببه ايه؟ سببه اول حاجة انه ممكن يكون الرقم اللي رشحته يكون حد تاني رشحه، وبالتالي الفلوس نزلت للحد التاني. يا اما تبقى غلطة من البنك نفسه في موضوع الاحالات، وفي الحاله دي تدخل على المساعد الذكي في التطبيق وبتقدم شكوى لخدمه العملاء، تقول لهم ان انت المرشحين بتوعك نزل لك منهم عدد والباقي ما نزل لهمش، والناس اصلا اللي رشحتهم نزل لهم فلوس. وزي ما انتم شايفين انا قدمت الشكوى دي، ووصلتني فعلا رساله على الايميل ان هو الشكوى دي هيردوا عليا فيها في خلال 24 ساعه. فاي حد ما نزلوش الفلوس ممكن يقدم الشكوى دي عشان يشوف مثلا هل لي فلوس، هل البنك غلط، يفهم بس الموضوع ماشي ازاي. انا شايفه عيب لان الموضوع فيه شويه لخبطه. بقول لكم العيب وحله. يا ريت بقى تسيبوا لي كومنتاتكم هنا تحت الفيديو وتقولوا لي هل انت نزل لك الفلوس كامله ولا نزل لك جزء منها زي اغلبيه الناس. ودي اغلبيه العيوب اللي في الحساب ده. غير كده انا شايفه حساب كويس جدا، هتقدر تربطه بانستا باي، هتقدر تستلم حوالات دوليه، هتقدر تتعامل بالبطاقه كويس جدا. والتطبيق يعتبر كويس، بيقدم نقط وفي كاشباك وحاجات تانية ممكن اتكلم عنها في فيديوهات تانية. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.